يا مساء الفل عليكم. للمباراة الرابعة على التوالي نادي الزمالك يواصل انتصاراته بجدارة واستحقاق رغم تواضع المنافس الشديد جدا 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 جدا. عشان اخواتنا وحبايبنا الاهلاويه اللي طالعين عمالين بيتكلموا على المنافس، صدقوني مفيش حد امين وصادق قد جمهور نادي الزمالك. عارفين بنلعب مين، عارفين المستوى هو مين، عارفين كل شيء وحافظين اللي احنا هنقوله. حافظين ليه؟ لان احنا ما بنرددش كلام على الفاضي. مش هطلع واقول لك عالمي، جون تحفه، اداء محترم، اداء عالي. نادي الزمالك النهارده بيواصل المره الرابعه الفوز تحت قياده الانضباط والالتزام بعد ما وقفنا المعلمين اللي كانوا موجود في نادي الزمالك في بدايه من فتوح وصبحي والزناري، ومن بعديها نادي الزمالك عرف طريق الانتصارات والانضباط. رغم ان معتمد جمال ما كانش واخد ثقه جماهير نادي الزمالك، لكن بيثبت من مباراه بيراميدز القويه. هل يا اخواتنا الاهلاويه بمباراه بيراميدز كانت ضعيفه؟ طلعتوا بررتوا الفوز نادي الزمالك اصل مصطفى فتحي ضيع اجوان واللي وقللتوا مننا فوز نادي الزمالك. وبعد كده قابلنا ابو سليم اللي غلبت سجراده النهارده رغم تاريخها المعروف في دوري الابطال، وقدرت تكسب 1-0. يعني الكوره ما فيهاش كبير، ونادي الزمالك برضه قدر يفوز بجداره 1-0. قابلنا فيوتشر وما ادراك ما فيوتشر وقوه نادي فيوتشر، برضه طلعوا عللوا وقال لك ان نادي الزمالك فيوتشر كان دون المستوى، وفيوتشر كان بيتدلع، وفيوتشر كان بيعمل، وفيوتشر كده. النهارده باللاعب الصواري الغيني، والنهارده قدر معتمد جمال يفوز برباعيه بعد ضياع 500 600 جون. لكن الراجل بيستفيد من المباراه، الراجل بيحط ايده على اللعيبه اللي ممكن انها تستمر في نادي الزمالك، الراجل بيجرب خطط اثناء المباراه، الراجل بيلعب بطريقه في بدايه المباراه، وبعد ما اطمن على النتيجه قدر يغير الطريقه ويلعب بمحمد عبد الغني ومحمود علاء وحمزه المسلوسي، ودي ما كانتش الطريقه اللي كان بادئ بيها. يعني الراجل عينه على كل حاجه بتحصل في نادي الزمالك. يعني لما نيجي نتكلم ان نادي الزمالك النهارده يستحق الفوز، فهو يستحق الفوز. اي تقليل من نادي الزمالك فهو مش اكتر من تندرج تحت بند الهبد، لان احنا عارفين ان سواري الغيني فرقه اكاديميه، فرقه تاريخها المشرف في افريقيا تحت بير السلم، كلنا فاهمين حاجه زي كده. لكن نادي باللي بيمر بيه نادي الزمالك وبدا يشوف طريق الصح بعد ما التزمنا، وبعد ما بقى في انضباط، بعد ما الكفتاجي وسوريو مشى من الفريق والفرقه عرفت طريق الانضباط وعرفت طريق الالتزام، فنادي الزمالك على الطريق الصحيح مهما كانت الفرق اللي كان بيقابلها. مفيش اقوى في مصر من فيوتشر وبيراميدز، طبعا بجانب النادي الاهلي فرقه سوار وفرقه ابو سليم برضو من الفرق اللي بتجري. النهارده كلنا شفنا كل نتائج افريقيا كلها ما فيهاش كبير. يعني نادي الزمالك لو كان اتعادل النهارده مع سوار، او كان اتعادل او خسر من ابو سليم، مش هيبقى زيه زي الوداد اللي خسر ماتشين ورا بعض، زيه زي النجم الساحلي اللي خسر ماتشين ورا بعض، زيه زي سان داونز اللي خسر، زيه زي فرق كبير جدا خسرت. الاهلي تعادل، بيراميدز خسر، كلها نتائج كلها مفاجاه. الترجي خسر، كله النهارده بيخسر وبيكسر وبيخسر وبيكسب. لكن نادي الزمالك على الطريق الصحيح. وليه لا ما نطمعش في افريقيا؟ وليه لا؟ وانا دايما وعندي كلمتي، والناس دايما تطلع تقول الكلام ده غير. نادي الزمالك ما فيهوش لعيبه، نادي الزمالك ما فيهوش فلوس. اسم نادي الزمالك مهما كان فيه من بلاوي، مهما كان فيه من كوارث، مهما من قله جوده اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك، لكن اسمه نادي الزمالك سيظل اسم كبير غصب عن اي حد موجود في افريقيا. فانك ترشحه ان يكون منافس على الكونفدراليه اللي ما فيهاش فرق فظيعه، يعني عشان ما حدش يفكر ان انا بمجد في الكونفدراليه. نادي الكونفدراليه عامه كلها 4 5 فرق: فرقه اتحاد العاصمه، فرقه نهضه بركان، فيوتشر طبعا، فرقه الافريقي التونسي، الزمالك. هي دي الفرق اللي شويه ممكن تكون تقيله في الكونفدراليه. وليه لا ما يتحسبش ليك بطوله افريقيه مؤهله لبطوله السوبر وتقابل البطل دوري ابطال افريقيا؟ وليه لا ان شاء الله ما يكون هو النادي الاهلي وتبقى سوبر عالمي ما بين الاهلي والزمالك؟ ليه لا نادي الزمالك قادر يعمل حاجه زي كده؟ ليه لا ان الدوري انت تقدر تنافس عليه
نادي الاهلي النهارده الفرق بقى 6 بونت، ولسه النادي الاهلي عنده مباراه مؤجله ممكن يتعادل. الدوري لسه طويل، الدوري لسه بدايته، مع شويه تدعيمات لنادي الزمالك في الانتقالات يناير ان شاء الله بعد فتح القيد. وليه لا، ممكن معتمد كمال يكمل، جمال ممكن يكمل، ممكن مدير فني اجنبي سي في قوي واسم كبير ومعتمد جمال يكون المدرب المساعد ليه، ونادي الزمالك يشوف الانتصارات. لسه الدنيا في البدايات. طول ما نادي الزمالك هيبقى فيه التزام، هيبقى فيه انضباط، مش هيبقى فيه مشاكل جوه النادي، هيبقى فيه المستحقات الماليه تدفع للعيبه نادي الزمالك والموظفين وكل الكلام ده. طول ما سيره نادي الزمالك قليله في الاعلام، طول ما هو الكلام ده ماشيين على كده، ان شاء الله بدون مقاطعه باذن الله، باذن الله نادي الزمالك هيرجع اقوى من الاول. لان نادي الزمالك كان مخطوف، نادي الزمالك كان في وجود رئيس نادي السابق كان معيش نادي الزمالك في المحاكم، معيش نادي الزمالك بسمعه سوداء في الفيفا. فبالتالي مع برضه انتقاء لعيبه دون المستوى لعبت ولبست تيشيرت نادي الزمالك، اعتقد في وجود المجلس الحالي بقياده كابتن حسين لبيب مع الناس المحترمين اللي معاه، هشام نصر مع حفظ الالقاب وحسام المندوب واحمد سليمان وبرزي، كل الناس اللي هم بتفهم كوره، الناس اللي ما بتندفعش. نادي الزمالك حاليا مش ماده موجوده في الاعلام زي ما كان بيتكلموا عليه زمان، مفيش الكلام ده بيحصل. النهارده انك توقف 3 لعيبه كبار زي صبحي والزناري وفتوح وما ادراك ما فتوح في الوقت اللي انت محتاج فيه ربع لعيب يكمل معاك، ومع ذلك انت بتدي رساله الانضباط اولا ومحدش هيخرج بره النظام، وبتكمل عقوبتك للعيبه وبتكمل عرضهم للبيع بعد ما كان في اشاعات طلعت من الاعلام ان نادي الزمالك هيتراجع عن البيع واللي. لكن نادي الزمالك فضل مستمر، ادى رساله كبيره جدا للعيبه اللي موجوده في قائمه نادي الزمالك ان الزمالك ما فيهوش كبير. فبالتالي 4 مباريات عن جداره واستحقاق، مع الاعتراف بفرقه ابو سليم او فرقه صور الغيني، فرقتين دون المستوى، فرقتين ضعاف جدا، فرقتين ما يصلحوش ان هم يلعبوا كره قدم شاطئيه زي ما بيقولوا. ومع ذلك احنا محتاجين الفتره ديت، محتاجين روح معنويه، محتاجين الانتصار دايما. انت لما تخش دايما من انتصار لانتصار لانتصار، دايما هتعود الفرقه على الانتصارات، هتدي رساله على الاقل للمنافسين اللي انت بتلعبهم انك قوي، انك قادر ترجع، ان نادي الزمالك مش زي الاول. هتدي رساله للعيبه اللي تآمرت على نادي الزمالك واللعيبه اللي شافت نفسها اكبر من نادي الزمالك ان بيكم او من غيركم نادي الزمالك ماشي ونادي الزمالك كبير. فبالتالي كل ده عائد على نادي الزمالك. وليه لا انك تقابل فرقتين دون المستوى في الفتره الحاليه وتكمل انتصارات؟ ده بالعكس حاجه كويسه جدا لنادي الزمالك. وانتوا ما تنسوش ان نادي الزمالك خسر من فرقه اسمها ارتا سولار 2-0، يعني افريقيا ما فيهاش كبير، وقدرنا نرجع في ماتش العوده 4-0. فبالتالي ما فيش حاجه كبيره في افريقيا بالذات اللي كل النتائج بتاعتها كلها مفاجآت. لكن نادي الزمالك النهارده محمود علاء عودته النهارده، يا رب يرجع بس المستوى محمود علاء، لانه برده النهارده مهزوز. حمزه المسلوسي النهارده بيثبت ان هو رقم واحد في خط الدفاع. احترم رايك استاذ عنتر لما بتتكلم ان الزمالك هيبان بعد دور المجموعات، فعلا قولا واحدا دور المجموعات كلها فرق ضعيفه، كلها فرق دون المستوى. ممكن كمان بعد في الادوار النهائيه يقدر يبان نادي الزمالك وهو بيلعب نهضه بركان، اتحاد العاصمه في افريقيا التونسي، فرق التقيله ديت. في فرقه اسمها كونكان بتاعت جنوب افريقيا، فرقه قويه جدا. هي نادي الزمالك ساعتها هيبان. وليه لا، برضه الزمالك عنده مباراتين قويه جدا في الدوري يوم الخميس الجاي مع الاتحاد، وبعد كده عنده المصري وعنده سجراده وما ادراك ما سجراده. سيبك من الهزيمه المفاجاه النهارده من ابو سليم، الكره اللي هي اللطشه اللي جت في الدقيقه 89، لكن فرقه برضه رخمه، واحنا تعادلنا معاه في دوري الابطال رايح جاي في القاهره وفي انجولا. فبالتالي في مباراه اقوى من كده، احمى من كده، هيبان نادي الزمالك اكتر واكتر واكتر. لكن الوقت ده وقت ثقه، وقت ان الدنيا العجله تمشي. ليه لا؟ لو كسبت الاتحاد الماتش الجاي هيفرق جدا جدا في ترتيب نادي الزمالك. نادي الزمالك ما يستحقش يكون مركز سابع بسبب الكفتاجي اوسوريو بهزيمته من زد ولا هزيمته من انبي. فبالتالي نادي الزمالك على الطريق الصحيح ان شاء الله. يا رب نادي الزمالك هيكمل فتح القيد،
هندعم فيه لعيبه، فبالتالي هيبقى نادي الزمالك افضل وافضل وافضل. باك شمال نادي الزمالك اتمنى عبد الشافي مش هيقدر يكمل، عبد الله جمعه بره الفورمه وبره الفرقه، واعتقد ان عبد الله جمعه بالمنظر ده وقته خلص في نادي الزمالك. محمد شكري في كلام عليه بتاع سيراميكا كليوباترا، بس ما اعتقدش النادي الاهلي هيسيبه لك بسهوله. فالجبهه اليمين نادي الزمالك بيتدور عليها ناس كتير جدا، عمر جابر، اي ناس بتدور على سيد نيمار، ناس كتير جدا. ليه لا ما تكونش عمر كمال، تكون مفاجاه مجلس اداره نادي الزمالك، هيفرق جدا جدا في نادي الزمالك. دونجا للمباراه الرابعه على التوالي، هو ده دونجا اللي بدا مع بيراميدز، هو ده دونجا اللي راح منتخب مصر، هو ده بالقوه اللي بيلعب بيها مع الاعتراف برضه منافسين. لكن دونجا في ماتش فيوتشر، دونجا في ماتش بيراميدز، الاثنين كانوا حلوين جدا جدا. فدونجا انا بثني عليه ان مستواه حلو جدا، واغلبيه جمهور نادي الزمالك النهارده اجمعوا عليه ان دونجا كويس، مع الشراكه من رؤى دونجا ورؤى الاثنين للمباراه الثانيه على التوالي. معتمد جمال بيجربهم، وهم بصراحه عملوا ماتش حلو جدا 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 في قدام فيوتشر. سيبك من ماتش النهارده، لان كلنا عارفين الفرقه النهارده دون اصلا نص ملعب. نيجي على الجزء الامام، اوباما دي بطولته، دي بطوله الكونفدراليه، لكن اوباما افضل اللي موجودين في الوقت الحالي، لانك ما عندكش بدايل في المركز ده غير اوباما. زيزو لا خلاف عليه، زيزو حتى لو هو ما بيعملش اي اداء عالي جدا من زيزو بتاع السنين اللي فاتت، لكن وجود زيزو للاسف لا غنى عنه، لان هو اللي موجود. شيكا وما ادراك ما شيكا، على راي كابتن علي محمد علي قال لك شيك بوم، لانه فعلا جون النهارده حلو جدا، بغض النظر عن مستوى الدفاع، بغض النظر عن الحارس المرمى، لكن دي جوان شيكابالا الاوفر اللي عمله لزيزو بالمقاس. شيكابالا الماركت الجون اللي جابها مش اول مره يجيبها، لان شيكابالا عالمي عالمي عالمي، واي حد يقلل من قيمه شيكابالا فهو لا يفقه شيء في كره القدم، والتعصب عميق وما بيفكرش في الكره. لكن شيكا عالمي، لكن ظلمته دماغه وهو اللي وصلته للمرحله ديت. لكن شيكا كان المفروض يكون افضل وفي مكانه اعلى من كده بكتير جدا. نضاي بيحاول في المستوى المحترف العادي جدا، مش اللي زي نادي الزمالك كبير تقدر تبني على محترف قوي يدخل معاك في منافسات قويه، عادي جدا. اعتقد لو في بدائل في نادي الزمالك نضاي هيبقى من الراحلين. ما عندناش سامسون ده برده بالسلامه، اللي هو اعتقد بعدم نزوله النهارده سامسون غير موجود في حسابات معتمد جمال ولا حسابات نادي الزمالك، وبنسبه كبيره لو القيد فتح هيبقى ان شاء الله يغور في يناير. سيف الجزيري، ويعني انا كزملكاوي ما بحب سيف الجزيري بامانه، لعيب ذكي، لعيب بيخطف اجوان، يخطف ضربات جزاء، لكن مش ده المهاجم اللي يجي في اهلي او زمالك. الاهلي مصدوم بموديست، ونادي الزمالك مصدوم بعينه الجزيري بقى له 4-5 سنين ما بيتطورش، هي نفس الاداء. فبيجي نشوف في الفرق بتاعت الافريقيه وهي بتلعب بتلاقي عندهم مهاجمين فعلا، مهاجم فعلا وهجام على المدافعين، فبالتالي برضو دون المستوى. عواد لم يختبر النهارده، لكن وجود عواد هو عداله ربنا، لان الصبح خد بدل الفرصه مره واثنين و15، وبالتالي كان سيء جدا وما كانش يستاهل انه يكون حارس مرمى نادي كبير اسمه نادي الزمالك. مبروك لجماهير نادي الزمالك، تستحقوا بعد الصبر السنين اللي فاتت دول. لكن نادي الزمالك ان شاء الله راجع، نادي الزمالك قوي، نادي الزمالك حتى لو حصل تعثر في الفترات القادمه لا قدر الله قدام الاتحاد والمصري سجراده، ماتشات شويه رخمه، وسيراميكا كليوباترا يوم 2 يناير، لكن نادي الزمالك على الطريق الصحيح، وان شاء الله يا رب يرجع الزمالك. حتى لو السنه دي عدت كده، عارفين ان السنه دي كلها اغلبيتها انتهت، لكن احنا بنحلم. والنهارده تيفو بتاعت نادي الزمالك في ان احنا ممكن في يعني زي ما اقول لك اتحاد العائله ممكن نصنع المعجزات. ليه لا ما تلاقيش نادي الزمالك بطل كاس مصر على حساب نادي الاهلي، تلاقي نادي الزمالك بطل الكونفدراليه، وليه لا منافس حتى الامطار الاخيره على بطوله الدوري المصري. الف مبروك لجماهير نادي الزمالك، مبروك لفيوتشر النهارده برضو اللي فاز، هارد لك للاهلي اللي تعادل مع يانج، لكن كلها مساله وقت. وبيراميدز ربنا يكون في عونه في ماتشين الذهاب والعوده امام سان داونز. كل التوفيق للفرق الافريقيه في المنافسات بتاعتها. هنقفل صفحه افريقيا خالص ونخش على المنافسات المحليه ومباراه الزمالك والاتحاد ان شاء الله يوم الخميس، وان شاء الله نطلع نبارك للجماهير ان شاء الله بتاعه نادي الزمالك بفوزنا باذن الله على الاتحاد، واقتحمنا المربع الذهبي، ويقول لا ما يكونش ثالث في الماتش اللي جاي باذن الله يا رب ان شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم.